أيها اللبنانيون، لقد أصابتنا كارثة، لكني واثق أننا سنتعامل معها بمستوى مسؤولية كل منا في أي موقع. أناشدكم أن نتوحد اليوم كي ننتصر لشهدائنا ونضمد جرحانا وجراح الوطن. إنني في هذه اللحظة أتوجه بنداء عاجل إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة. أيها اللبنانيون، نحن في مصيبة، لكننا نتحصن بقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.